السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل اخواتي وحبايبي الغاليين. يا رب تكونوا في احسن حال وفي اتم صحة. النهاردة ان شاء الله بقى الاكل بتاعنا ده غدا. يعني الحقيقة هو يمشي فطار وغدا، بس يعني انا النهاردة يعني فطرنا يعني اي حاجة خفيفة كده الصبح. احنا عارفين طبعا الجو بقى الحر ده، يعني واحد ما بياكلش على الصبح كده كتير، وقلت بقى انا اعمل الوجبة دي كده غدا، يبقى غدا شعبي و... وحاجة يعني مش هنقول يعني ان الاكل الشعبي ما بيكلفش. يعني اليومين دول كل حاجة غالية طبعا، عارفين كل حاجة، يعني ما فيش، الواحد بيحاول يوفر يعني، بس اي حاجة برضو هتوفر وتقضي اليوم. اول حاجة هنا انا هعمل فول بالطماطم او فول بقوطة. مشهور عندنا او في ناس كتيرة يعني بتعمله وبكذا طريقة. النهاردة انا هعمله بالثوم. معايا هنا الثوم، حطيت شوية زيت في الحلة وضفت عليها الثوم، وفضلت اقلب فيه لغاية ما بقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وبعد كده ضفت عليه الطماطم. دول 4 حبايات طماطم مقطعاهم مكعبات كده. والطماطم طبعا اللي بتحطيها تابع كمية الفول اللي عندك. احنا عارفين طبعا ان الفول يعني هو طبق الفول بالدقة، قلنا تغيير بقى النهاردة، يعني قلنا طبق الفول اللي هو العادي. فلما بنعمله بالطماطم الحقيقة بيبقى كتير وبيكفي، وكمان طعمه بيبقى حلو قوي. ضفت عليه بقى كده التوابل بتاعتي، شوية ملح وشوية كمون وشوية شطة، دي اختياري بس بتديله طعم حلو قوي. واستنيت بقى، طبعا كنت ضايفة شوية مية على الطماطم عشان تساعد في تسوية الطماطم. وبعد كده استنيت بقى لما الطماطم اتسبكت معايا وبقت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، ونزلت عليه بقى، ده طبق فول عندي، نزلت عليه كده بالفول وبقلبه معاه كويس. وبعد ما قلبت الفول طبعا كده بسيبه بقى عشان يمتزج بالطماطم مع بعضه. يعني هسيبه حوالي 10 دقايق كده واطفي عليه النار. وكمان جبت بتنجان هقليه، ده بيبقى حلو قوي، بعمل له خلطة معينة كده. انا الخلطة بتاعتي بحط توم، وكمان بضيف عليه ملح وعليه قرن من الفلفل اللي هو الفلفل الحامي، فلفل الاحمر، وبعصر عليه ليمونه. ودي الخلطه بتاعتي، انا عملته معاكم قبل كده على القناه، يعني بيبقى حلو قوي، وياريت تجربوه بالطريقه دي، هيعجبكم قوي ان شاء الله. وفلفلتين كده يعني الدنيا بتمشي واليوم بيتقضي يعني عادي اهو، يعني كده تغيير وتوفير، ومش هنقعد بقى في الغلا ده ناكل لحمه وفراخ كل يوم. الاكل الشعبي بيبقى حلو قوي يا جماعه. هي يعني معظم الناس بتعمل كده دلوقتي. وكمان هنا عندي بطاطس، قلت برضو هقلي بطاطس كده جنب الفول. والغدا بتاعنا كده جاهز. فول بالطماطم، واللي انا بقلب فيه دوت مش وجبنه قديمه، ده بنشتريه برضو من السوق، فبيقضي معانا كذا مره يعني، لان هو بيبقى حادق وبيبقى حراق. فبحط حبه قليلين كده وعليهم شويه زيت، وبقطع عليهم طماطم واقلبهم زي ما حضراتكم شايفين كده. وكمان مقطعه كانتالوب اللي ورا ده، يعني للي عايز ياكل مع الاكل كده لان الجو حر الحقيقه، او اللي عايز برضو يعني ياكلوا بعد الاكل مفيش يعني مشاكل. واكلنا الشعبي بقى بيبقى حلو وموفر وبيشبع، وبناكل فيه والله عن اي حاجة تانية، واليوم اتقضى والحمد لله. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولأول مرة يدخل قناتي وعجبوا الفيديو اتمنى لايك حلو، وتنوروني باشتراك في القناة. والأكم بخير مع فيديو جديد ان شاء الله.